في مشهد قوي جدا كل واحد فينا عايشه وبنشوفه باستمرار. ناس كتير بتيجي تصحى من نومها بتلاقي نفسها تقيله وتعبانه ومش قادره تقوم، وده مش علشان جسمها تعبها ولا عشان هي مرهقه بسبب الشغل مثلا بتاع امبارح، ولكن علشان هي واقفه زي ما هي مكانها، متضايقه بسبب ان امبارح زي النهارده زي بكره زي بعده مفيش اي تغيير خالص، واقفه مكانها ما بتعملش اي جديد. فبدات تشوف ان كل حاجه هي بتعملها بقت تقيله جدا جدا. وعلى ما اظن كل واحد فينا جه عليه وقت وحس بنفس الاحساس ده. بنمارس نفس الروتين كل يوم، بنمارس نفس الضغط برضو كل يوم، بنمارس نفس الاحساس ان الايام بتيجي وبتروح وبتعدي واحنا واقفين مكاننا مفيش اي جديد في حياتنا. قد تكون اشتغلت على نفسك فعلا الايام اللي فاتت، وحاولت انك تعمل حاجة انت بتحبها الفترة اللي فاتت، حاولت انك تطور من نفسك وتسمع بودكاست كتير جدا علشان تحفز نفسك، وتحاول على قد ما تقدر انك تسمع كلام التنمية البشرية اللي يساعدك في انك تغير حياتك 180 درجة. وده بيخليك تقرأ كتب كتير جدا، ولكن في نفس الوقت ده برضو بيخليك تحس انك حماسي قوي وعايز تعمل كل حاجة وعايز تكسر الدنيا كلها، ولكن بعد يومين بعد اسبوع بعد 2 بتلاقي نفسك راجع لنفس النقطة اللي كنت بادئ من عندها، او بتلاقي نفسك راجع تاني واقف مكانك مفيش اي جديد. والسنة بتعدي وتستنى بقى ان شاء الله بداية السنة الجديدة علشان تبدأ تفكر في نفسك من تاني. في الحلقة دي انا مش جاي اقول لك تغير حياتك في يوم، ولا جاي اقول لك خلي فكرك ايجابي علشان الكون كله يستجيب لحضرتك وتبدا تغير بكل سهوله كل الحاجات اللي محتاج تغيرها. ولكن انا بكلمك دلوقتي بصفتي شخص شاف كتير جدا في الجلسات، وشخص شاف كتير جدا في حياته، وسمع كلام كتير وقصص كتير جدا في حياته. شفت حاجات كتير جدا ناس كتير بتقع فيها ومش قادره تخرج منها، وشفت منهم القليل قوي اللي كان بيقدر يخرج من المشاكل دي او كان بيقدر يقوم من جديد، وانا كنت واحد من الناس دي. اليوم في حلقه النهارده هعطيك خطه واضحه هي عباره عن تحدي 30 يوم بس، والتحدي ده هو مش عباره عن كلام مثلا موتيفيشن او عباره عن تحفيز او عباره مثلا عن كلام بيتقال كده وخلاص، ولكن دي خطوات صغيره هتغير حياتك بدون ما تحس. اوعدك لو قدرت انك تلتزم بكل الخطوات اللي هقولك عليها في حلقه النهارده مش هتكون شخص تاني وبس، حياتك هتتغير بشكل كبير جدا، وهتبقى اقوى واهدى من اي وقت فات، وهتكون واضح في حياتك بشكل كبير جدا كمان، زائد انك هتقدر توصل للغنى اللي انت بتدور عليه. قبل ما نبدأ التحدي لازم تعرف الاول ان التغيير الحقيقي ما بيجيش من قفزة واحدة، ولكن بصفتي شخص متخصص في مجال الصحة النفسية احب اقول لك ان التغيير بيحصل بالسلوك البسيط اللي بتستخدمه في يومك، بيحصل بالعادات الصغيرة اللي انت بتمشي عليها. عمر التغيير ما بيجي مرة واحدة او بيجي من قفزة كبيرة انت بتعملها. تعال بقى نبدأ التحدي في 30 يوم، ودي هتكون عبارة عن 4 مراحل مهمين جدا ولازم تركز فيهم كويس جدا. المرحلة الاولى وهي عبارة عن فك الاشتباك، والاسلوب ده انت هتستخدمه اول 7 ايام في التحدي بس. يعني ايه فك الاشتباك اصلا؟ فك الاشتباك يعني انت بتقدر تخرج من حالة القتال المستمر والتفكير المستمر والاحباط المستمر اللي المفروض انت بتكون عايش فيه بقالك فترة كبيرة جدا. اغلب الناس اللي دايما بتكون حاسة انها واقفة مكانها ومش قادرة انها تعمل اي حاجة، الناس دي بتكون نفسيا طول الوقت مشدودة وطول الوقت مشتتة ومش قادرة تعمل اي حاجة، طول الوقت عمالة تفكر في بكرة، وطول الوقت مشدودة عصبيا، وطول الوقت نفسيا هي حاسة ان بكرة هيتسرق منها ومش هتقدر تعمل اي حاجة، وحياتها بتتدمر، وامور كتير جدا سلبية هي بتاخدها عن نفسها. وعلم النفس دايما وضح النقطة دي بشكل كبير، ان الانسان وهو نفسيا بيكون شايف نفسه مضغوط بشكل مستمر عمره ما هيقدر ياخد قرار صحيح يفيده ويفيد نفسيته ويفيد مستقبله، وكل القرارات اللي هو هياخدها في المستقبل هتكون عبارة عن قرارات فيها تشتت، وقرارات هو مش عارف هي صح ولا غلط، زائد كمان ان كل القرارات اللي هو بياخدها هي قرارات غير صحيحة. والاصعب من كل ده ان الشخص ده حتى لو عمل انجاز بسيط او ايا كان الانجاز اللي هو بيعمله في حياته دايما هيقلل من الانجاز ده وعمره ما هيشوفه انجاز. علشان كده اول اسبوع في التحدي هنبدأ بيه هو مش انك تبدأ تطور من نفسك زي ما بتسمع في اي مكان تاني، ولكن اول اسبوع احنا هنشتغل على جهازك العصبي، هنساعد اننا نخلي جهازك العصبي يبدأ يهدى، علشان حالة التشتت وحالة قلة الثقة او حالة الفشل او الحاجات او الخوف او الكلام ده كله نبدأ نشيل كل ده. امشي معايا واحدة واحدة وانا اوعدك لو عملت اللي بقولك عليه حياتك هتتغير 180 درجة. طب ليه دايما المرحلة اللي انا بكلمك عليها دي مهمة قوي كده؟ لانك ببساطة لو انت حاولت تدخل اي خطة حياتك وانت بنفس الشكل او بنفس النمط اللي انت ماشي عليه ده، دايما متوتر ومش حاسس بالامان وحاسس بالفشل وحاسس بالخوف من بكرة، في حاجتين مهمين جدا هيحصلوا معاك. يا اما هتسيب الخطة اللي انت مدخلها حياتك دي وتبدأ تبعد وتبدأ ما تركزش فيها
فيها وترجع لنقطة الصفر تاني، يا اما هتكمل في الخطة دي وانت طول الوقت عمال بتجلد في ذاتك وطول الوقت حاسس بقلق وتوتر، وده ارهاق كبير جدا ليك. فاول خطوة انصحك انك تستخدمها بشكل كبير جدا، وهي عبارة عن شيء اسمه الصمت الواعي. والصمت الواعي ده احنا دايما بنستخدمه لمدة 10 دقائق مثلا في اليوم. خليني بس قبل ما اكمل كلامي اصحح لك مفهوم بسيط جدا عايزك تركز فيه كويس قوي. الصمت اللي انا اقصده هنا هو مش عبارة عن تأمل روحاني ولا عبارة عن طاقة تفريغ انت بتستخدمها، ولكن الصمت الواعي اللي اقصده او اللي عايز اوصله لك ان عايزك تقعد مع نفسك بدون ما تمسك الموبايل. عايزك تقعد مع نفسك بعيد عن اي حاجة دايما بتشتتك، عن اي حاجة دايما بتستنزفك، عن اي علاقة دايما بتستنزف طاقتك بشكل كبير. اللي هيبدأ يحصل هنا هو ايه بالظبط؟ جهازك العصبي هيبدأ يخرج من منطقة التوتر، من منطقة التفكير المستمر او الاوفر ثينك، او هيبدأ جهازك العصبي يحس انه في وضع تاني خالص ويبدأ يهدى جدا، ويبدأ نفسيا يدخل في وضع الراحة والامان. والخطوة دي خلي بالك هي شرط اساسي قبل اي مرحلة في التغيير. ناس كتير جدا بتكون نفسيا عايزة تغير من حياتها وحاسة بالتوتر والعدم الامان والحاجات دي كلها ومشتتة جدا، واول ما تيجي تغير بتلاقي التشتت ده بيعميها عن اي شيء وبيقلل من فكرة الارادة كمان عندها، لان طاقتها او طاقة الارادة اللي موجودة جواها او طاقة العزيمة اللي موجودة جواها يا اما موزعينها في علاقة فاشلة بتستنزف طاقتهم، يا اما موزعينها في محيط دايما بيشوفهم وبيخليهم يشوفوا ان هم فاشلين، يا اما دايما بيستنزفوها لارضاء الناس اللي حواليهم، او في التشتت والتفكير اللي بيكون سلبي ومأثر عليك نفسيا. لما تيجي تستخدم الاسلوب ده في انك تبعد عن اي حاجة بتشتتك او تبعد عن اي حاجة بتأثر فيك نفسيا وتحاول تكون لوحدك علشان تخلي جهازك العصبي يهدى، انت في الاول هتحس بضيق في التنفس، او في الاول هتحس ان الموضوع رخم، او في الاول هتحس ان الموضوع تافه بالنسبة لك او ممل، وده لانك اول مرة هتحس انك مش بتهرب من نفسك. ودي هتكون اول خطوة مهمة للتغيير ومن غير ما تحس برضه. الخطوة الثالثة وهي تنظيف المدخلات النفسية. عايزك تبدأ تسأل نفسك سؤال بسيط جدا: ايه اكتر حاجة دماغي بتتغذى عليها دلوقتي؟ 1 سوشيال ميديا، 2 بقارن نفسي مع الناس اللي موجودين حواليا، 3 الاخبار السلبية اللي بقت موجودة في كل مكان حواليا، رقم 4 دايما بتشتكي باستمرار او دايما بتسمع لمشاكل الناس اللي موجودين حواليك وده بيأثر فيك نفسيا. طب لو جيت دلوقتي وقلت لك جرب لمدة اسبوع اول ما تصحى من النوم ما تمسكش الموبايل بالذات في اول ساعة من صحيانك من النوم. لو جيت قلت لك بطل تتفرج على محتوى جنسي، لو جيت قلت لك بطل تتفرج على محتوى بيأذيك نفسيا قبل النوم، اللي هيحصل هنا ايه؟ نزيف الدوبامين اللي بيستنزفك كل يوم ده هيبدأ يقل، فدماغك نفسيا مش هتحتاج السوشيال ميديا كدوبامين يحفزها، ولا هتحتاج الافلام الاباحية كدوبامين يحفزها، ولا هتحتاج اي شيء هي متعودة عليه تتفرج عليه قبل ما تنام علشان ان هو يبقى دوبامين ليها عشان يحفزها. واغلب الناس اللي استخدمت السلوك اللي انا بقول لك عليه ده نص مشاكلها او 3/4 مشاكلها اتحل، لان تقدر تقول كده ان مشاكلها كلها كانت عبارة عن توتر وقلق وضوضاء ودوشة وتشتت وحاجات كتير جدا هي مش فاهمة جاية منين. الخطوة الثالثة وهي كتابة التفريغ. خلي بالك دي من اقوى الخطوات نفسيا. عايزك بقى تبدأ تجيب ورقة وقلم وتكتب انا مضغوط من ايه في حياتي. تبدأ بكل بساطة تكتب مين اكتر حد مضايقني في حياتي، مين اكتر حد بيستنزف طاقتي، العلاقة اللي انا فيها دي بيحصل معايا 1 و2 و3 فيها بيعذبني، بيهني، بيجرحني، بيوترني، بيخوفني، دايما بيتجاهلني، دايما بيأذيني نفسيا، انا خايف من ايه هيحصل معايا في المستقبل. الكلام ده كله عايزك تبدأ تكتب كل حاجة بدون ما ترتب وبدون ما تحاول تطلع نفسك يعني اللي هو ايه بصورة احسن قدام نفسك. اكتب كل حاجة جواك من غير ما ترتب اي حاجة ولا تفكر في اي حاجة، سيب كل حاجة تطلع لوحدها وكل اللي يطلع اكتبه قدامك. واحنا هنا بنستخدم الاسلوب ده علشان نبدأ نطلع الكبت اللي موجود جواك او الحمل الكبير اللي انت شايله. وصدقني انت لما تبدأ تطلع على ورقة وقلم احسن بكتير جدا ما تطلع على اعصابك وبعد كده يتخلق عندك التوتر والقلق والامراض المزمنة وهكذا وهكذا. فموضوع الكتابة هو اسلوب مهم جدا في اول اسبوع. النقطة اللي بعد كده مهم جدا في اول اسبوع، ممنوع انك تجلد ذاتك. مفيش بقى جو انا ضعيف وانا فاشل وانا الكلام ده، ممنوع تتكلم بالطريقة دي. لما تبدأ تعمل اللي انا بقول لك او تبدأ تستخدم النمط اللي بقول لك عليه ده نفسيا هتحس في اول اسبوع انك بدأت تهدى جدا او دماغك بدأت تهدى جدا، زائد كمان انك هتلاقي في مساحة كبيرة جدا في دماغك بدأت تفضى وبدأت تحس انك ما بقتش مخنوق زي الاول ولا في حرق نفسي موجود زي الاول. ودي بقى يا بطل هتكون هي اللحظة
اللحظة اللي هتبدأ نفسيا تضيف فيها التطور اللي انت عايزه. خلاص دماغك بقى فضت من التشتت وفضت بقى من الدوشة والضوضاء والخوف، الحاجات دي كلها انت فضيت كل ده، فبقى عندك مساحة مكانهم انك تضيف اللي انت عايزه، وده اللي هيساعدك انك تنجح في 30 يوم بالظبط. نبدأ بقى على طول بعد ما ننظف كل ده ندخل في الاسبوع الثاني بقى، وهو اننا نبدأ نفكر ازاي نقدر نبني عادة جديدة. علشان تقدر تبني عادة جديدة في اول اسبوع تساعدك انك توصل لمرحلة الغنى او تساعدك انك تطور من نفسك او تكون راضي عن نفسك، خليني بس اقول لك حاجة بسيطة الاول قبل ما نبدأ في اي حاجة. لازم تفهم ان مشكلتك دايما مش في انك مثلا بتتأخر او مش في انك مثلا مش بتبدأ، ولكن مشكلتك دايما انك بتبدأ تقيل. مشكلتك دايما انك بتبدأ وانت شايل هموم كتير. مشكلتك دايما انك بتبدأ وانت دايما بتشوف نفسك فاشل، ودايما في بيئة مش كويسة، ودايما في محيط او مع اصدقاء بيشدوك لتحت، ودايما بتتابع محتوى مش كويس، محتوى مش بتستفاد منه حاجة، دايما قاعد مع ناس مفيش فيهم اي حد يساعدك على التطور او يساعدك انك تغير منه على الاقل وتبدأ تقلد او تبدأ مثلا تحاول انك تطور وتنجح مفيش اي حد من المحيط بتاعك بيساعدك على ده. على سبيل المثال لو انت جيت تقول مثلا انا هبدأ اتعلم لغة، او هبدأ اصلي والتزم في الصلاة، او هبدأ اطور من نفسي واقرأ كتب مثلا، في الوقت ده دماغك بيبدأ يشوف ان كل ده التزام كبير جدا، وعلشان دماغك يعمل كده بيبدأ يشوف ان حاجة زي دي هتاخد مجهود بقى كبير، وهتاخد بقى طاقة كبيرة، وهياخد وقت كبير جدا، فدماغك يبدأ يستخدم معاك الاسلوب اللذيذ اللي انت عارفه، ان دماغك يبدأ يشتتك او يبين لك ان الموضوع ده انت مش هتقدر عليه، او الموضوع ده مش هتقدر تنجح فيه، او انت هتبقى عاجز قدام انك تعمل الحاجة دي، وبعد كده يرجعك لنقطة الصفر تاني. فمعنى كلامي ان مش عايزك في الاسبوع التاني ده تبني عادة كبيرة مرة واحدة، ولكن اللي اقصده ان العادة الكبيرة اللي انت عايز تحققها او العادة الكبيرة اللي انت عايز توصل لها خد منها حتة صغيرة وابدأ اشتغل عليها كل يوم، علشان بس دماغك ما يحسش بيها ويبدأ يحس ان الموضوع عادي، فما يشتتكش ويخليك تبدأ تتعود عليها كل يوم. كده كده اول ما تتعود عليها في الاسبوع ده انت من نفسك اصلا، يعني مثلا عايز اقرأ كتاب، فلو رحت اقول انا لازم اقرأ 10 صفح 20 صفحة للاسف مش هقرأ حاجة، ولكن لو قلت انا داخل اقرأ صفحة واحدة او صفحتين، ضروري انت مش هتقرأ الصفحتين يعني، ولكن انت السؤال او الطلب نفسه بيخلي عقلك يقبل بيه، فمجرد ما تعمل ده هتلاقي نفسك تلقائيا بتقرأ 10 و20 و30 صفحة. لو قدرت تعمل اللي بقول لك عليه ده في اسبوع صدقني انت الكسبان. الخطوة الاولى عايزك تجيب ورقة وقلم. جبت ورقة وقلم كويس جدا، عايزك تبدأ تكتب عادة واحدة بس انت حابب تبدأ بيها الاسبوع ده. ركز معايا، انا بقول لك عادة واحدة بس، مش عايزك بقى تبدأ تكتب انا لازم اتعلم لغة ولازم اصلي ولازم اقرأ قرآن ولازم احفظ قرآن ولازم اعمل ده ولازم اعمل ده. ما ينفعش انك تكتب كل حاجة مع بعض، هي عادة واحدة بس. ويا سلام بقى لو الحاجة اللي انت هتختارها دي تكون حاجة بسيطة، حاجة سهلة كده انت تقدر تعملها، زي مثلا القراءة مثلا او الصلاة مثلا، او مثلا كل يوم هتتفرج على فيديو تعليمي لمدة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة. المهم عندي ان الحاجة دي تكون واضحة وتنفع تتعمل كل يوم. الحاجة التانية حاول على قد ما تقدر تخلي العادة دي من وجهة نظرك كده حاجة تافهه، حاجه سخيفه، يعني حاول كده حاجه كده من كتر ما هي صغيره انت شايفها انها تافهه قدامك. زي مثلا لو انت ناوي تتعلم لغه يبقى لازم مثلا تشوف ان انا هتعلم لغه 5 دقائق كفايه عليا قوي، هقرا كتاب يبقى 5 دقائق، هتمرن 5 دقائق او 10 دقائق. انت كده كده هتزود، بس انا ببين لك انت لازم تعمل ايه. انا مش بضحك عليك، ولكن احنا بنحاول نخدع الدماغ اللي دايما بتحاول تشوف كل حاجه انت بتعملها تقيله، والهدف من كل ده هو الاستمراريه، انك تلاقي نفسك بتستمر في النهايه، وكل ده بدون ما تحس انت عملت ده ازاي او وصلت للنقطه دي ازاي. الخطوه الثالثه ودي من اجمل الخطوات اللي هتساعدك تنفذ العاده دي من غير ما تحس، انك تبدا تربط العاده دي بحاجه انت بتعملها كل يوم. بلاش بقى جو انك تقول ايه انا هعمل العاده دي في الوقت اللي انا فاضي فيه، لان صدقني الوقت الفاضي ده هو عباره عن كذبه مش هتفيدك اصلا. ولكن الصح هو انك تبدا تربطها بعاده انت مثلا بتحب تعملها كل يوم. زي مثلا انا لما كنت ببقى عايز احفظ قران كنت دايما بعد كل صلاه ببدا على طول اقرا قران. لما كنت بحب اقرا مثلا كتاب كنت دايما باجي بعد القهوه على طول او وانا بشرب قهوه اقرا كتاب. انا نفسي ان اتعلم ان اقول اذكار كنت دايما باجي قبل ما انام اقول الافكار. لما تبدا تعمل كده وتستخدم الاسلوب ده وتربط العاده اللي انت حابب تتعلمها بحاجه انت دايما مشغول بيها نفسيا كده، انت هتلاقي نفسك كل ما تيجي تشرب قهوه تلاقي نفسك بتاخد الكتاب معاك، كل ما تيجي تصلي هتلاقي المصحف في ايدك وبتبدا تحفظ قران، كل ما تيجي تنام تلاقي نفسك بتقول
الافكار، وكل ده بدون ما تحس. الخطوه الرابعه ودي مهمه جدا، ممنوع التقييم. في الاسبوع الثاني ده بالذات حاول على قد ما تقدر انك ما تسالش نفسك انا استفدت ايه، ولا وصلت لفين، ولا حققت ولا ما حققتش. ما تبصش للنتيجه دي دلوقتي خالص. لو جيت تسال نفسك الاسئله دي دلوقتي دماغك هيبدا يخدعك، ودايما اول رد هيقوله لك يا عم انت بتضيع وقتك في الفاضي، يا عم ابعد، يا عم اقفل، يا عم امشي، يا عم ارجع تاني، حياتنا كانت الاول كويس. وتلاقي نفسك في النهايه بترجع لنقطه الصفر من جديد. الخطوه الخامسه، ما توسعش في الاسبوع ده قوي، ودي اهم نقطه خلي بالك. لو حسيت في الاسبوع ده انك متحمس جدا وحاسس كده انك عايز تزود من الجرعه، وعايز بقى انك بدل ما تقرا 5 دقائق هقرا نص ساعه وساعه والكلام ده، اوعى تعمل ده خصوصا في تاني اسبوع. احنا كل هدفنا في الاول وفي الاخر مش انك تقرا وتتعلم والجو ده، احنا هدفنا انك تثبت على العاده دي. الحماس والتوسع اللي انت بتفكر فيه ده كده كده هيجي قدام. الاسبوع الثالث وهو عباره عن تثبيت الهويه. بلاش انك تبني عاده وابني صوره لنفسك احسن. احنا في الاول قلنا ايه؟ قلنا انك خلاص هديت وخلاص فرغت مشاعرك، وفي الاسبوع الثاني قلنا هنبدا بعادات صغيره علشان نتعود عليها. لكن لو انت ما كملتش بقى الاسبوع الثالث والاسبوع الرابع هتفضل واقف عند النقطه دي، يا اما هترجع لنقطه الصفر تاني، يبقى انت كده ما عملتش اي حاجه. عايز اسالك سؤال، انت عمرك سالت نفسك انت اتكونت ازاي؟ هل مثلا المسؤول عن تكوينك اهلك، صحابك، الجامعه، البيئه اللي انت عايش فيها، ولا الناس اللي دايما بتشوفهم كل يوم على السوشيال ميديا، او الناس اللي بتتابعهم كل يوم على السوشيال ميديا؟ الحقيقه اللي دايما ناس كتير ما بتكونش حابه تسمعها ولا بتكون حابه انها تعترف بيها، ان هويتك دايما هي افعالك والبيئه اللي انت حاطط نفسك فيها، او البيئه اللي دايما بتكون محوطاك. يعني لو انت قاعد وسط ناس بتشدك لتحت، او بتتابع مثلا محتوى بيحسسك انك قليل جدا، او طول الوقت نفسيا بتكون سامع انك مش كفايه، او شخص مثلا حاسس كده من جواك انك فاشل، او انك عمرك ما هتنجح، مش هتقدر تطور من نفسك، صدقني مهما حاولت تتغير هويتك هتفضل زي ما هي في نظرك. مهما حاولت تبني، مهما حاولت تتطور، هم هيفضلوا شايفينك بنفس الصوره اللي كنت عليها. دلوقتي بقى معلش عايزك ترجع تاني تجيب الورقه والقلم، معلش هتعبك معايا. عايزك بقى تبدا بعد ما تجيب الورقه والقلم كده تبدا تاخد بعضك وتقعد في غرفه لوحدك. في الورقه والقلم دول عايزك بقى تبدا تواجه نفسك بصوت عالي، ودي لاول مره هتحصل. عايزك تبدا تكتب في الورقه دي بكل صراحه كده الناس اللي حواليك شايفاك ازاي. عايزك تبدا تكتب انت شايف نفسك ازاي. الصوت اللي موجود في دماغك ابن اللذينه ده دايما بيقول لك ايه كل يوم. عايزك تبدا تكتب كل حاجه انت بتشوفها في نفسك. انا فاشل، انا مش نافع، انا بخاف اترفض، انا دايما بضيع الفرص اللي بتجيلي. حتى كل السيناريوهات اللي عماله تلف في دماغك طول الوقت اكتبها. صدقني انت مش بتعمل كده علشان تكره نفسك، لا طبعا، ولكن انا بساعدك انك تشوف الانماط اللي بتشدك لتحت كل ما تقول انا عايز اطور او عايز اتغير. خلاص بقى واجهت نفسك، خلاص بقى كتبت كل الحاجات اللي مضايقاك واللي مزعلاك واللي دايما شايفها عن نفسك. عايزك بقى دلوقتي تكتب اقوى واوحش عاده سلبيه انت شايف من جواك انك لو اتخلصت منها او بعدت عنها حياتك هتتغير 180 درجه. زي مثلا انا دلوقتي محتاج ابطل خوف، ولا محتاج ابطل تسويف، ولا محتاج ابطل ان ابعد عن الناس اللي موجودين حواليا، او انا مثلا عايش في علاقه غلط والعلاقه دي بتستنزفني فانا محتاج ابعد عنها، او محتاج ابطل اهتم بيها. هل انا محتاج ابطل اضيع 7 ساعات و8 ساعات على الموبايل كل يوم؟ كل ده هتختار منه اكتر حاجه او اكتر عاده انت شايف انك لازم تتخلص منها علشان دي اكتر واحده بتشدك لتحت. طيب كتبت ونفذت؟ تمام جدا. لو انت نفسيا وقعت في يوم ورجعت تمارس العاده دي، تمام، عايزك ترجع تاني لنفس الغرفه ونفس الورقه والقلم وتكتب اللي حصل معاك، ما تكتموش جواك. وبعد كده اوعد نفسك وعد مني ما عادش هيحصل كده تاني، وعد مني مش هعمل الحاجه دي تاني. مع الوقت هتلاقي السلوك ده انت بتبعد عنه تلقائيا. فلو وقعت قوم ووعد نفسك مره واثنين وثلاثه. الاسبوع الرابع وده بقى من تجربه شخصيه وعايزك تركز فيه كويس جدا. اكتر حاجه هي فارقه معايا في حياتي كلها ان الحمد لله اتعلمت كل حاجه في حياتي لوحدي ومن الصفر كمان. الشهادات الاكاديميه والكورسات اللي انت بتشوفها مش هتبنيك لوحدها ولا هتغنيك لوحدها، عمرها ما هتجيب لك لوحدها الحريه الماليه اللي انت بتدور عليها. ولكن انا دايما اتعلمت ان احط نفسي في قلب التجربه بايديا، وقعت كتير وقمت وجربت كتير واتعلمت. التعليم الحقيقي هو مش انك تفهم وتاخد كورسات وبس، ولكن التعليم الحقيقي اللي يفيدك فعلا هو انك تشتغل على نفسك قوي وتعجن نفسك جدا علشان تقدر تستفاد باكبر تجربه تساعدك انك توصل للحريه الماليه. بعد ما خلاص كتبت العاده اللي محتاج تتخلص منها، عايزك بقى دلوقتي تكتب الحاجه اللي لو فعلا اتعلمتها حاجه واحده بس هتزود قيمتك جدا وهتفتح لك ابواب الرزق وابواب الشغل. تتعلم مهاره معينه، تتعلم لغه معينه، ايا كان الحاجه دي، وهتبدا تعمل جدول 30 يوم. الجدول ده هتبدا تنفذه بشكل
ايجابي. لو قدرت تستمر على الجدول اللي هقول لك عليه ده والله العظيم هتدعي لي. الاسبوع الرابع وهو عباره عن انك بتبدا تحط رجلك على اول الطريق. الجدول اللي هقول لك عليه دلوقتي هو ثابت لاي حاجه انت محتاج تتعلمها. اي شيء انت محتاج تتعلمه طبق عليه الجدول ده. الحاجه عايزك كل يوم لمده 30 دقيقه او لمده 60 دقيقه مثلا تبدا تشاهد المحتوى او تبدا تشاهد اي حاجه على اليوتيوب بتساعدك انك تتعلم المهاره او تساعدك تتعلم الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي. انت طبعا هتعمل ده بدون ما تضغط على نفسك، يعني ما تروحش كده مره واحده اللي هو ايه الكلام ياخدنا فنبدا نقعد ساعتين و3 4 ساعات، لا، لانك مجرد ما تعمل ده تاني يوم عمرك ما هتكرر الاسلوب ده تاني ولا هتعمل كده، وتلاقي نفسك فشلت ورجعت لنقطه الصفر تاني. فكل اللي انا محتاجه منك تلتزم بس اول 3 ايام او اول 5 ايام نص ساعه او ساعه بالكتير قوي في الحاجه اللي انت محتاج تتعلمها. في الوقت ده انت هتحاول تفهم الاساسيات الخاصه بالحاجه اللي انت محتاج تتعلمها دي الاول، لانك بكل بساطه اذا قدرت تفهم الاساسيات او قدرت تحاول تتعلم الاساسيات دي خلاص كل اللي جاي هيبقى سهل. من اول اليوم الرابع لحد اليوم التاسع هتبدا تطبق الاساسيات اللي اتعلمتها في ال3 ايام اللي فاتوا. حتى لو انت لقيت نفسك غلطت مفيش مشكله، اتعلم تاني. من اول اليوم ال11 لحد اليوم ال20 هتبدا تطبق اكتر، ولو لقيت نفسك بتغلط حاول تصحح لنفسك الخطا عادي وكمل برضو تاني. من اول اليوم ال21 لحد اليوم ال30 هتبدا تنفذ كل حاجه بقى انت خلاص اتعلمتها. يعني مثلا تفتح مشروع في حاجه انت اتعلمتها، اتعلمت مثلا لغه تبدا بكل بساطه تفتح قناه يوتيوب مثلا. المهم عندي بعد ما تتعلم ابدا نفذ التجربه على طول. فانت كده بكل بساطه اتعلمت وفهمت وجربت. ده غير كمان انك حطيت نفسك في النار وهتبقى راضي عن نفسك وقتها. شوف ال30 يوم اللي بقول لك عليهم في حلقه النهارده دول مش هيخلوك غني ولا هيخلوك شاطر كده ولا هيخلوك ناجح من اول مره، ولكن صدقني هم هيخلوك تبدا صح. واستخدم الاسبوع الاول علشان تقدر تهدى واعصابك تهدى. الاسبوع الثاني هتبدا بكل بساطه تبني عاده. الاسبوع الثالث هتبدا تفهم وتواجه هويتك. الاسبوع الرابع تبدا تنفذ كل حاجه انت اتعلمتها، وانا بوعدك الباقي من النجاحات هيجي لوحده وهتلاقي نفسك بتطلع باقي السلالم لوحدك. لو انت شايف ان الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لك او الفيديو ده مثلا لمس حاجه جواك، ما تبخلش علينا بلايك وتدعم القناه باشتراك، وفي نفس الوقت ما تبخلش علينا انك تشير الفيديو ده لاي حد من صحابك.